بطولة دوري السوبر الإفريقي بطولة فشلت في أوروبا فانتقلت إلى قارة أفريقيا. قارة أفريقيا أصبحت حقل تجارب للأوروبيين. بمعنى أوضح، أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد النهاردة والحديث عن بطولة دوري السوبر الإفريقي التي تقام في قارة أفريقيا في عامها الأول. هنتكلم طبعا عن نظام البطولة، وهنتكلم عن القرعة اللي أقيمت أمس في تنزانيا، ولكن أولا دعونا نتحدث عن من الذي اكتشف هذه البطولة. البطولة دي اكتشفت في أوروبا، وكان يشارك فيها عمالقة أوروبا. فشلت في أوروبا فانتقلت إلى قارة أفريقيا. نظام البطولة هتقام بين 8 فرق بنظام الذهاب والإياب. تصنيف الفرق هو اللي هيحدد مين هيلاعب مين في القرعة. يعني القرعة في التصنيف هيبقى تصنيف أول وتصنيف تاني. التصنيف الأول هيلاعب أصحاب التصنيف التاني. 4 تصنيف أول: أهلي، وداد، ترجي، صن داونز. التصنيف التاني هيكون بيترو أتلتيكو الأنجولي ومازيمبي وإنيمبا وسيمبا التنزاني. أصحاب التصنيف الأول مباريات الإياب اللي هي العودة هتكون على ملعبهم. طيب أصحاب التصنيف الثاني العكس، هيلعب على أرضه وبعد كده يروح يلعب خارج أرضه مباراة العودة. دي في الدورين، لأن البطولة هتبدأ من الدور ربع النهائي. كويس؟ تمام كده؟ تمام. طيب كده القرعة اتعملت امبارح. الاهلي هيلاعب مين يا عم عدليانو؟ الاهلي هيلاعب سيمبا التنزاني. مباراة الذهاب في تنزانيا، مباراة العودة في القاهرة. تمام. الكسبان من الاهلي وسيمبا الدور اللي بعده على طول، خليك في السريع كده، هيلاعب مين؟ هيلاعب الكسبان من بيترو اتلتيكو وصن داونز. صن داونز تاني. المهم، طيب هتقول لي بقى هنا ممكن تلاعب صن داونز في الدور نصف النهائي في السيمي فاينال. طيب دلوقتي انت قلت لي من شويه عدليانو صاحب التصنيف الاول بيلعب مباراه الذهاب على ارضه الذهاب بره ارضه والعوده على ارضه. طب دلوقتي الاهلي وصن داونز تصنيف اول، هنرجع بقى هنا نقول ايه؟ مين التصنيف الاعلى فيهم؟ هما الاثنين تصنيف اول بس الاهلي تصنيفه اعلى. الاهلي رقم 1 على القاره. ايوه زي ما قلت كده. تمام. ده نظام البطوله. وفي نهاية الفيديو ما تنساش اللايك والشير، وكتر ألف خير، والسلام عليكم.